مساء الخير على احلى واجمل متابعين حبايب قلبي. النهارده بقى جايه لكم باحلى واجمل سردين. هنعمل حبه سردين مقلي جميل مقرمش زي ما انتم شفتوه كده، طعمه تحفه وحكايه، ما بيشربش معانا ولا نقطه زيت، واللون الاصفر الجميل اللي انتم شايفينه ده بيلمع، هيديكي لمعه وحلاوه وجمال زي ما انتم شايفين كده. انا مش هتكلم لان هو السر زي ما انتم شايفينها كده. تابع معايا الفيديو عشان تعرفي الخطوات البسيطه السهله اللي احنا نعملها من غير تكاليف، من غير اي حاجه خالص، هتديكي احلى واجمل سردين مقلي. هتاكلي بجد احلى واجمل غدا. انا عندي هنا السردين دوت عشان حجمه صغير ب 30 جنيه. اتغدينا احلى واجمل غدا. زمان دلوقتي ما بقاش فيه ال 30 جنيه ان احنا نتغدى ب 30 جنيه. لا، انا النهارده اتغديت ب 30 جنيه. يلا بقى بينا. هنا انا منضفاه تنظيف كويس من جوه. الاحلى والافضل اللي هو بيبقى اتنضف، طبعا هو ما فيهوش مصارين اصلا، بس هو انا بالنسبه لي بيبقى احسن وافضل اللي انا بنضفه. بمسكها كده بنضفها، وبمسك راسها كده بقطعها بصوابع ايديا كده، واروح نازله لجوه بمصارينها كده واروح شداها، بس من غير مقص من غير سكينه من غير اي حاجه خالص، هتلاقيها اتنضفت معاك وبقت زي القشطه. تمام تمام. وبعد كده حبه دقيق على حبه ملح كده وتظبطيها. هنا بقى عندي فلفل، عندي توم، عندي كزبره، فلفل اسود، ملح، بس الحاجات دي بس. هنضربهم في الكبه تكه حلوه كده وهرجع لكم. هنا بقى هنزل بالكيلو السردين بتاعي كده. جبت العلبه دي، العلبه بتاعت التلاجة كده عشان اعرف اتحكم فيها. هاخد معلقتين من الثوم والفلفل اللي احنا ضربناه في الخلاط. هنا بقى الملح والكزبره والفلفل الاسود. انا هنا حاطه، ما حطيتش حاجه في الكبه، انا حطيتهم هنا كده بس عشان الملح بتاعي ما يبقاش كتير عليا. انا هستعمل دول بس، هقسم نصهم هنا والنص التاني هحطه في الدقيق. هقلب بالراحه، طبعا ما ينفعش تقلبي بالمعلقه لان هيتهرم منك جامد وايه، ومش هيستحمل. الانواع السمك الصغيره ديت، السردين والبساري والحاجات دي يا جماعه بتبقى عايزه حاجه رقه وهدوء كده وبالراحه وانت وبتقلبي، لانك لو خدتيها بالعافيه كده وبالمعلقه واقلب اقلب كده زيها زي اي حاجه تانية هتتهرم منك وهتتبهدل، ما ينفعش، ملاش اي لازمه. لا، انت تعمليها كده بالراحه بصوابع ايديكي اهو. اتشربت معانا كده وبقت زي الفل. عندك وقت تسيبيها ساعتين 3 في التلاجة هيبقى 100 فل و14. ما عندكيش وقت سمي بالله وابدأي على طول زي حالاتي. انا سميت بالله وبدأت على طول لان انا ما عنديش وقت. انا هنا كده هبتدي اجيب الدقيق بتاعي. هنا هستعمل الدقيق بتاعي كده حوالي كوبايتين دقيق. طبعا انا بحط الدقيق نظريا على قد حاجتي عشان مرميش منه. هنا هحط معلقتين نشا. تمام تمام. اهم حاجه الخطوه دي، معلقتين النشا مش هيخليه يشرب معاكي زيت نهائي. معلقتين النشا، ما تطنشيش النشا. ما تطنشيش النشا، لانك لو طنشتي النشا هيشرب معاكي زيت، بلاش منه. هنا نص معلقه كركم. الكركم هو اللي بيدينا اللون الاصفر اللي انتوا شفتوه اللي هو بيلمع، والنشا بيدينا النشفان بتاعه اللي هو ما يشربش معانا زيت. هنا بقى الكزبره والفلفل الاسود والملح بتاعنا اللي احنا كنا حاطينهم على جنب، استغليناهم هنا، حطينا نصهم هنا ونصهم هنا. تمام تمام. هنديهم تقليبه حلوه. طبعا اهم حاجه تتبلي الدقيق بتاعك عشان يديكي طعم حلو من بره وجميل. هتتبلي الدقيق بتاعك وهتظبطيه، هتاكلي احلى واجمل سردين. هتكبري دماغك حبه دقيق وشكرا، خلاص يبقى السمك مش هيديك اللي انت عايزاه. تمام تمام. يبقى دي اهم خطوه عندنا، اللي احنا نظبط الدقيق بتاعنا. هنزل بقى هنا كده حبه حبه، هاخد بالواحده. انا مش هعمل بالحبه كده واروح ماسكه واقلب وشكرا واروح حاطه، لا، لازم امسك واحده واحده كده اشربها الدقيق بتاعها. انا عايزه هنا اكتر الدقيق. قولي لي ليه هكتر الدقيق؟ هقول لك. انا تابع معايا الفيديو للاخر عشان اوريكي تكه جميله جدا وسهله وبسيطه هتخلي السمك بتاعك مقرمش وتحفه وحكايه. اهم حاجه بس ركزي معايا هنا انك تغرقيه دقيق على قد ما تقدري، تشربيه دقيق، ما تحطيش الواحده وتركنيها على جنب وخلاص، لا، لازم تزودي الدقيق على قد ما تقدري كده اهو. انا هخلص الكميه كلها كده عشان ما اطولش عليكم، لان انا همسك بالواحده كده واغرقه دي. انا هنا هسيبه حوالي ربع ساعه. هتسيبيه لي ربع ساعه زي ما انتم شايفين كده. انا هنا مكتره الدقيق على قد ما بقدر عشان لما اسيبه ربع ساعه الميه بتاعت السمك هتطلع وتشرب الدقيق بتاعي. ليه الخطوه دي؟ الخطوه دي مهمه جدا. قولي لي ليه. هتنفع معاكي جدا في السمك بتاعك اهي. بصي شكله اتغير لما جيت اقلي. بصوا انا هنا حاطه المنظر عامل ازاي، او في فرق ولا مفيش فرق؟ الفرق، طب الفرق دوت ان السمك بتاعنا لما قعد في الدقيق الميه امتصته، لما امتصته لما تيجي تحطيه في الزيت طبعا مش هتلاقي الدقيق خالص نزل معاكي في الزيت. لو انت بدأتي على طول ومسكتي السمك حطيتيه على طول على الزيت بعد ما عملتي بالدقيق، هتبصي هتلاقي الزيت بتاعك كله مليان دقيق. فبلاش، سيبيه ربع ساعه كده عبال ما يطلع الميه بتاعته والدقيق يشرب. هنا طبعا الطاسه بتاعتي كانت كبيره قوي، فانا حاطه نص طاسه زيت، نص قصدي ازاز الزيت، مش باينه ليه عشان طاسه كبيره. انا هحط الحطه دي بس معاكم، وبعد كده هجيب طاسه صغنطوطه على قدي واروح حاطه الزيت بتاعها. اهم حاجه الزيت بتاعنا يغطي السمك.
لما يغطي السمك هيبقى مقرمش من الجناب، لان احنا لو ما طنشنا الموضوع دوت وحطيتي في حاجه كبيره زي ما انا كبرت دماغي كده وجبت حاجه كبيره عشان اخلص وانجز، طبعا ده اكبر غلط. لازم تجيبي حاجه صغيره كده وتطولي بالك شويه عشان الجناب بتاعتنا تحمر. الموضوع دوت ما بيخليش الجناب تحمر. انا هطلع الحطه دي بس، وبعد كده هعمل مع نفسي كده في حته طاسه صغيره وهقلبه عشان الزيت بتاعي ما احط الزيت بتاعي كتير واضطر ارميه. حبيبه قلبي بقى، لو وصلتي لغايه هنا يبقى كده عجبك الفيديو. ما تستخسريش في اختك حبيبتك، احلى لايك واحلى كومنت واحلى دعوه حلوه. وتسلم لي ايدك بقى لما تعملي الاشتراك وتتضمن لعيلتنا. هنا بقى لازم تتابعي وتقلبي عشان ما فيش واحده تتحرق مننا وواحده تبقى نيه، واحده تبقى لونها اصفر واحده تبقى لونها ذهبي. لا، احنا عايزين كله لون واحد موحد، كله نفس اللون، سواء لون ذهبي سواء لون متحمر، اي لون انت بتحبيه، اي درجه انت بتحبيها في السمك لازم كلها تبقى لون واحد. فانت تتابعي وتقلبي على قد ما تقدري كده، وما تسيبيش السمك دوت، لان ايه، ما بياخدش وقت معاكي على النار. اول ما بتحطيه بيتعمل بسرعه. بس كده اهو. اهو هنا بقى وصلت للدرجه الحلوه اللي انا بحبها، اللي هو لونه الذهبي، ولا هو لونه غامق ولا هو لونه ابيض. كده احنا وصلنا للدرجه اللي احنا عايزينها. هبتدي بقى اشوف لو في واحده كده لسه ما وصلتش للدرجه اللي انا عايزاها، اروح قلبها عبال ما اطلع يكون ايه، تكون احمرت معايا. تمام كده 100 فل و14. هنبتدي بقى نطلعه، وزي ما قلت لكم اهم حاجه تنقي طاسه صغيره عشان الزيت بتاعك، عشان تغطيه، ما تغلطيش غلطتي وتعملي الوكسه اللي انا اتوكستها دلوقتي دي. حطيت طاسه كبيره، قلت عشان انجز واخلص عشان ورايا حاجات كتير، بس طلع على دماغي. هرجع بقى للطاسه المحترمه بتاعتي الصغنطوطه، الحله اللي هي صغيره ديت، مجرد ما بحط فيها حبه زيت صغيرين بلاقيها غرقت لي الدنيا، بقت زي الفل. دي مش نافعه، دي خربت بيتنا في الزيت. بس كده اهو. تمام كده، انا هخلص الكميه كلها واوريها لكم. ايه رايكم بقى في الجمال والطبق اللذيذ اللي مفيش ولا احلى ولا اجمل منه؟ طبعا طبق السردين دوت من احلى واجمل الاكلات. اكله سهله وبسيطه واقتصاديه جدا، بس جميله على الغداء. طبعا في كل مكان وليه سعره. انا هنا عندي ب 30 جنيه، على حسب الاماكن وعلى حسب ما انت بتبقي ساكنه فين. جربيه، هيعجبك جدا جدا جدا. احلى واجمل غدا مع طبق رز مع طبق سلطه، هتلاقي نفسك كلتي اكله تحفه من الاخر. يا رب تجربيه ويا رب يعجبك، ويا رب تديلي دعوه حلوه. هنا بوريك اللي هو مشربش معايا ولا نقطه زيت، مقرمش من بره وطري من جوه زي ما انت شايفه كده، بيتكلم عن نفسه. يعني بصي هي اهو. لو وصلت لغايه هنا بقى يبقى كده عجبك الفيديو، يبقى اكيد نفسك تاكلي سردين. طالما دخلتي على الفيديو يبقى اكيد هتديها لي دعوه حلوه، واكيد هتكتبي لي كومنت حلو، وتسلمي لي لما تدوسي على كلمه اشتراك وتنوريني. تسلمي لي يا روح قلبي. يلا باي باي.